في ناس كتير عايشة في أمريكا بقالها سنين بس لسه مش عارفة تتصرف في مواقف كتير جدا بتقابلها وحاسة إن هي لسه تايهة. السلام عليكم، أنا اسمي حاتم أبو علم. اتولدت واتربيت في مصر وعايش في أمريكا فوق ال20 سنة. بشتغل صيدلي وأستاذ جامعي. طبعا في سنين أمريكا أنا شفت خبرة كبيرة جدا واتعاملت تقريبا مع كل أنواع الناس. أنا كمان شاركت معاكم قصة حياتي في أمريكا من أول ما اشتغلت في مطعم فراخ لحد ما بقيت صيدلي وأستاذ جامعي. خبرة السنين دي ما حصلتليش أنا لوحدي، حصلت لناس كتير هنا في أمريكا بس يمكن مش قادرين يشاركوها أو يطلعوها للناس. لو أنت عندك خبرة حقيقية في مجالك وعايش في تكساس، أنا أكون سعيد جدا إنك تكون الضيف عندي في الحلقة ونستفيد بخبرتك ونفيد الناس. خلينا نقول بثقة إن من أصعب الحاجات اللي بتواجه العرب، مش هخبي عليك يا عزيزي، هي تربية الأولاد في المجتمع الغربي اللي احنا فيه، طبعا مع الحفاظ على هويتهم ولغتهم وثقافتهم. دي حاجة كلنا تقريبا بنعاني منها، إزاي تحافظ على علاقتك بكل أفراد الأسرة. أنت لازم تعمل كده ميكس ما بين الثقافة بتاعتنا والثقافة الغربية عشان تعرف تعيش في أمريكا كويس. كمان هبدأ أعمل لكم حلقة طويلة على اليوتيوب كل أسبوعين مع حد خبير في مجاله، سواء في شراء البيوت، في القروض، أو حتى تربية الأولاد وعلم النفس. اتفرج على الفيديوهات بتاعتي وتابع الأكاونت، وأنا أوعدك إنك هتلاقي حاجات تفيدك. عشان المحتوى ده يبقى فعلا ليك، اكتب في الكومنتس ايه اكتر مواضيع تعباك في امريكا ومحتاج ان احنا نتكلم عنها، وانا احاول استضيف حد خبير في المجال دوت عشان يكلمنا عنه وكلنا نستفيد. فلو انت بقى يا حلو لسه جاي امريكا جديد، او حتى عايش هنا بقالك كذا سنه ولسه تايه، يعني من الاخر كده لو عايز تعيش حياه كويسه في امريكا من غير ما تفقد العادات والثقافه بتاعتنا، تابع الحلقات بتاعتي. انا غلطت عشان انت تستفيد. سلام.